القرآن يصنع منك شخصية مختلفة تماما. يستحال أن تعطي القرآن وقتك وجهدك ولا تجد له أثره. يستحال أن تبقى عاداتك السيئة كما هي. يستحال أن لا تجد بركة القرآن على نفسك وخلقك. حتى في الابتلاءات تجد أن التسليم والرضا دأبك وعادتك، والطمأنينة تنزل على قلبك كأنك لم يصبك شيء قط. والسر، كل السر في التدبر. جرب أن تقف على تفسير إحدى الآيات وسترى الفرق بين قراءة بتدبر ودون تدبر. القرآن يهذبك، يؤدبك، يعلمك، يشفيك ويعلي مقامك. يكفي قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي